في البداية كده مارسيل كولر طبعا كان بيضغط على نادي الجونة بلاعب واحد بس، وده طبعا كان ليه اسبابه، وزي ما انتم شايفين لاعبي النادي الاهلي كلهم تحت الكرة. لان لو ابتديت ان انا اعمل بريسنج عالي زي المباريات اللي فاتت ممكن استقبل هدف، وبالتالي الكابتن علاء عبد العال زي ما انتم عارفين بيرص لك الاتوبيس وما بيطلعش، بيقول لك عليا وعلى اعدائي، ما بيطلعش من نص ملعبه. وده بالنسبة للمنظومة الدفاعية. ننتقل بقى للمنظومة الهجومية ونلاحظ كده مارسيل كولر كان بيلعب ازاي في التلت الامامي عشان خاطر يبدا يواجه الكابتن علاء عبد العال والتكتلات الدفاعيه اللي هو عاملها. اللاعب اللي عليه السبوت لايت دوت هو امام عاشور. ولاحظ معايا الاثنين الاطراف بتوع النادي الاهلي، اذا كان حسين الشحات اللي عليهم الاسهم دول، حسين الشحات وبيرسي تاو، هتلاقيهم دايما نازلين كده في قلب الملعب، وبالتالي سايبين مساحه للباكات بتاعتهم. اذا كان طبعا بيرسي تاو سايب مساحه كبيره جدا ليه عمر كمال عبد الواحد، وبالنسبه لعلي معلول برضك اهو حسين الشحات سايب له شارع لوحده. وبالتالي امام عاشور هنبص كده هتلاقيه اكتر من كوره يبدا يعملها لعلي معلول، وعلي بيستلم ويبدا يعمل لا اما 1 2 لا اما يباصي زي الكره دي عملها لحسين الشحات. حسين الشحات بامتياز حط الراجل ورا ظهره، طبعا طالما داخل منطقه الجزاء هيخاف ان هو يلمسه، ولكن طبعا تسديده، ولكن الكره طلعت ضربه ركنيه. تعال نبص للكرة التانية بنفس الطريقة. هنا برضك اللاعب اللي عليه السبوت لايت هو امام عاشور. امام عاشور يا جماعة هو محرك النادي الاهلي. مارسيل كولر بيديله ارتياحية كبيرة جدا وحرية حركة كبيرة جدا جدا، يعني تتحرك زي ما انت عايز، ولكن ابدأ ان انت نقل لي الكوره ووصلني بباص واحد للمرمى، او ان انا ابدا اطلع الاطراف بتوعي او الباكات عشان خاطر اعمل عرضيات كتير. لان طبعا التكتل ده مش هينفع معاه غير تسديدات من خارج المنطقه او كمان كرات عرضيه متقنه. ده بس الحل اللي هينفع مع الاتوبيس اللي حاطته لنا الكابتن علاء عبد العال. وبالتالي شوف هنا امام عاشور يعتبر اول ما بيستلم الكرة. لاحظ كده اللاعب اللي هو عليه الدايره الخضراء ديت هو حسين الشحات، زي ما قلت لكم بينزل لقلب الملعب عشان يفضي مساحه كبيره جدا لعلي معلول، وبالتالي امام عاشور هيعمل باص لعلي معلول، وعلي معلول على طول بيعمل عرضيه، لكن وسام ابو علي بيوصل متاخر، المدافع بيسبقه وبيطلع الكرة. طبعا الكرة دي راحت هجمه مرتده. لاحظ معايا كده بقى اللاعب اللي عليه السبوت لايت دوت مفيش اي حد، يمكن ده برضك كان عيب من عيوب الارتداد بتاع النادي الاهلي، وهو فيه بطء شويه في المنظومه الدفاعيه للنادي الاهلي في خط الوسط. لما بنبدا ان احنا نكون طالعين في الكونتر اتاك او بنبني هجمه او بنواجه فرقه زي فرقه الجونه كده ومتكتله جوه دفاعها، وبالتالي لازم ان انا اكون مثبت على الاقل لاعب واحد في وسط الملعب عشان يعمل ارتداد. الراجل جاي براحته خالص، مش مراقب تماما. كوكا مش موجود، مروان عطية مش موجود، وبالتالي الراجل كرة عرضية هي هتبدا تتريح له على حدود ال 18، لكن لولا طبعا محمد عبد المنعم حط رجله طلعت الكره طبعا ضربه ركنيه، كان هيبقى في راي تاني. لاعب على السبوت لايت دوت هو حسين الشحات. حسين طبعا زي ما انتم شايفين في الجهه اليسرى محاط باتنين لعيبه، لكن طبعا الحل الفرد يا جماعه هو يمكن هو اللي خلى النادي الاهلي ليه الافضليه في هذا اللقاء، وفرق خامات اللعيبه. حسين الشحات نزل كده رجع بالكرة لورا وابتدى يشوف امام عاشور، ابتدى ان هو يحطها له، ودي بالمناسبه لقطه الهدف. لكن في حاجه عايز اشرحها ليكم برضك وركز معايا في كل كلمه هنقولها. لاحظ معايا كده في لقطه الهدف قبل طبعا ما اوريهولك، بص معايا كده اللاعب اللي داخل الدايره ده هو كريم نيدفيد. طب ايه اللي عامله كريم نيدفيد؟ كريم نيدفيد هنا حاجب الرؤيه عن اللاعب ده وعامل كده زي بلوك للاعب طبعا الجونه المدافع. وبالتالي ليه بيعمل كده؟ يعني ليه كريم نيدفيد نعمل كده؟ تعالى بقى نبص كده هتلاقي حسين الشحات بره خالص اهوت اللي عليه السهم دوت هيتحرك في المساحه دي اثناء ما امام عاشور بيطلق القذيفه بتاعته. طيب لو امام مثلا ما كانش عنده الافضليه ان هو يسدد، وبالتالي كان هيعمل الكره ليه حسين الشحات، وبالتالي البلوك اللي عامله كريم نيدفيد دوت لما يجي يوصل حسين الشحات هنا اللاعب هيكون محجوب عنه الرؤيه، وبالتالي هتكون فرصة هدف محقق للنادي الأهلي. لكن طبعا إمام عاشور فاجئ الجميع بتسديدة قوية جدا سكنت الشباك، وطبعا احتفل زي ما انتم شايفين. تعال نشوف بقى الكرة اللي بعد كده. طبعا الجبهة اليسرى كانت نشطة جدا جدا من ناحية علي معلول كالعادة. علي معلول بيعمل دبل باص مع حسين الشحات وبيبدأ يستلم منه الكرة مرة تانية زي ما حضراتكم شايفين، وبيبدأ على طول يسلم كريم نيدفيد. كريم نيدفيد هنا كان واجب عليه ان هو يبدأ يطلع علي معلول، وهقول لك ليه. خلينا نمشي اللقطة كده. اقف بقى هنا، بص هنا، ماذا لو عمل الدبل باس كريم نيدفيد مع
علي معلول. لاحظ كده معايا اللاعب اللي هيظهر عليه السبوت لايت ده هو امام عاشور. امام عاشور جاي ومحدش شايف ان هو موجود داخل منطقة الجزاء، وبالتالي علي معلول لو الكرة كانت خدها مرة تانية دبل باص ما بينه وبين كريم نيدفيد كان هيبدأ يعمل اوفر طبعا امام عاشور، وكانت فرصة هدف كبيرة جدا جدا جدا. كريم نيدفيد طبعا اختار حل تاني فردي، وبالتالي ضيع الفرصة، وحارس المرمى طلع وقفل عليه. لاحظ كده ردة فعل علي معلول وامام عاشور، طبعا متضايقين جدا من اللي حصل، وبالتالي شيء غريب جدا ان هو فضل الحل الفردي عن اللعب الجماعي. حتى كمان وسام ابو علي لاحظ كده ردة فعله على كريم نيدفيد، بيبص له طبعا بعد ما طلع بالكرة والحارس ابتدى يشيلها، اللي هو برضك يعني يا راجل ده انت لو عرضتها لي ونفخت فيها كانت هتخش. تعالى بقى نروح لكوره كده اتكررت كتير جدا جدا في تكتيك مارسيل كولر في الفترة الأخيرة، وهي ان امام عاشور وبيرسي تاو زي ما قلت لحضراتكم بيبدأ كده بيرسي تاو يخش في قلب الملعب، وامام عاشور بيفتح اللعب كده ناحيه اليمين، وطبعا دي بتفضي مساحه ل طبعا وسام ابو علي عشان يبدا ان هو يتحرك في المساحه اللي فاضيه ديت، وبالتالي يتلعب له على طول كره طوليه ويبدا يستلمها ويبدا يمرر. شايف طبعا المساحه اللي بتظهر ده، واللي عليه السبوت لايت ده هو وسام ابو علي. الكره دي اتكررت كتير جدا، وطبعا اهو وسام بيطلب الكرة في المساحة الفاضية اللي بتظهر. تعالى اكد لك بقى ان الكرة دي اتكررت. تعالى هنا نشوف ده بالمناسبة دي الكرة اللي دخل منها الهدف بتاع بيرسي تاو. لاحظ معايا امام عاشور في نفس المكان اللي انا بقول لك عليه اهو، فاتح كده اللعب ناحية اليمين، لان مارسيل كولر مديله حرية حركة كبيرة جدا جدا. بيرسي تاو داخل في قلب الملعب كرقم 8 زي ما انتم شايفين. محمد هاني على طول بيعمل الكرة الطولية اللاعب طبعا وسام ابو علي. وسام ابو علي اهو طبعا اللي هيظهر عليه السبوت لايت دوت زي ما انتم شايفين، بيتحرك في المساحه الفاضيه، وبالتالي رايح معاه المدافع. لكن في ميزه كبيره جدا لوسام ابو علي، وان هو بيقدر يحط الكره تحت رجله، وكمان بيحجز عليها وبيلعب تحت ضغط كويس جدا جدا، وبالتالي هتلاقيه بيطلع من المدافع بكل سهوله وبيمرر الكره لبيرسي تاو، وبالتالي بيرسي تاو بيحرز هدف عالمي. والكره دي اتكررت كتير جدا 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 جدا، اتكررت كتير جدا لمارسيل كولر يبدا يطلع الهافات ينزلها في نص الملعب او بره كده على حدود 18، ويبدا على طول امام او حتى اي لاعب بيلعب في مكان امام زي مثلا قفشه او كده، ويبدا يشتغل الشغل دوت. خلينا نروح بقى لمحمود متولي. محمود متولي طبعا لعب اللقاء دوت مكان رامي ربيعه نظرا لتوالي طبعا الانذارات، وبالتالي اللاعب ادى اداء مبهر جدا واحرز هدف في اللقاء، وخد كمان المان اوف ذا ماتش. ولاعيب يستحق جدا جدا جدا، هو مثال حي لكل لاعب مجتهد يا جماعه. كل لاعب مجتهد ربنا هتلاقيه بيديله. يعني محمود متولي ده اتقال له نصا كده، نصا من مارسيل كولر: انا مش محتاجك معايا في الفرقه، وممكن انزلك تلعب مع الناشئين. نصا بالظبط بالظبط. وبالتالي محمود متولي ابتدى يجتهد وابتدى يداس على نفسه، وبالتالي اثبت نفسه قدام الجميع وان هو خامة طيبة جدا. لكن طبعا الاصابات كانت كتير، يعني ربنا يبعدها عنه ويفضل على ثبات المستوى دوت. لعيب مميز جدا جدا جدا، ولعيب محترم ولعيب راجل، واستحق المان اوف ذا ماتش في مباراة الجونة، وان شاء الله بالتوفيق ليه يا راجل. يعني ما حسيناش ان هو بقاله فترة كبيرة ما بيلعبش، اكتر من كرة خلصها بكل سهولة جدا، وبيطلع ويبني لك هجمة، وبيلعب لك كرات قصيرة وبيلعب لك كرات طويلة. فبصراحة كان الشكل مميز جدا لمحمود متولي. اتمنى ليه التوفيق فيما هو قادم. طبعا بالنسبة للناس اللي بتقول لك دي مش ركلة جزاء، يا راجل يعني الوضع التشريحي دوت ايه، والركبة اللي جاية في الامامية عند حسين الشحات وعامله له اعاقة ديت، يعني ان هو يوصل للكورة، يعني مش فاهم يعني يا راجل، ده ضرب الجزاء ومحضر في الاسم يا راجل. بالمناسبة الجماهير بعد احتساب ركلة الجزاء ابتدوا ينادوا على علي معلول ان هو يشوط ركلة الجزاء، ولكن طبعا النادي الاهلي في سيستم يا جماعة ما ينفعش. خلاص هو الراجل مارسيل كولر حاطط ان كهربا هو لو موجود في الملعب هو اللي ينفذ ركلات الجزاء، وممكن بعديه بقى معلول الشحات مش كده، يعني ترتيب. والترتيب طبعا ده ما قدروش ان هم يخرجوا عنه، وبالتالي نفذ ركلة الجزاء طبعا محمود عبد المنعم كهربا، وابتدى يحرزها هدف رائع جدا جدا. وده كان يعتبر ملامح النادي الاهلي وتكتيك مارسيل كولر في مباراة الجونة، اللي تفوق فيها النادي الاهلي بثلاثية نظيفة على الجونة، وثلاثية مستحقة جدا من ثلاثيات المارسيل كولر تعود من جديد. لحد هنا ده كان نهاية الفيديو، لكن ما تنساش لو وصلت معايا للنهاية تضغط لايك على الفيديو، تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.